قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النصيرية العلوية الطائفة الكفرية، كما قال ابن تيمية: فاليهود والنصارى وكثير من المشركين أهون كفرا من كفر أولئك، فقد أحلوا ما حرم الله، بل أنكروا الله تعالى. وفي معتقدهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلق محمدا صلى الله وسلم على رسول الله، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق 5، خلق المقداد بن الأسود، فخلق سائر الخلق، وخلق عثمان بن مضعون وهو موكل بالأجساد وصحتها والأبدان وأمراضها وسقمها، وخلق أبا ذر الغفاري وهو موكل بالنجوم والكواكب والقمر، وخلق عبد الله بن رواحة وهو موكل بالرياح وبنفخ الروح، وخلق قنبرة مولى علي وهذا موكل بنفخ الأرواح. هذا معتقدهم، هذه عقيدتهم. أينتمون إلى الإسلام بصلة؟ لا بد أن تتجلى هذه الحقائق والوقائع، وأن يعرفهم الناس على حقيقتهم. فكم ممن عن جهل ينافحون ويدافعون عن هذا الباطل. أسوأ خلق الله الشيعة، وأسوأ ما في الشيعة النصيرية، أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا الزكاة، وأنكروا الصلوات الخمس، وصلاتهم لا ركوع ولا سجود فيها، ويجزي أن تقول صباح مساء علي فاطمة حسن وحسين ومحسن. ومحسن قالوا سقط لفاطمة من علي خرجت به الروح الخبيثة ونصيب الشيطان. هؤلاء على الإسلام أحلوا زواج المحارم، وأحلوا الزنا، ومنعوا الحج وعطلوه وأنكروه، ومنعوا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وأباحوا زواج الرجل من الرجل، وجسد ذلك شاعرهم الأول في قوله: خذ الدف يا هذه واضربي وهزي هذاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب، لكل نبي مضى شرعة وهذه شرعة هذا النبي، أباح البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الزكاة ولم يتعبه. خذ الدف يا هذه واضربي وهزي هزاريك ثم العبي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا وقد صيغ في مذهبي، فكيف أبحت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن رابه ورواه في الزمن المجدب. هذا دينهم، وهذه شرعتهم، وهذه عقيدتهم. أعيادهم أعياد النصارى وأعياد المجوس، وهم خليط بين الرافضة الشيعة والنصرانية والمجوسية الفارسية، ويتجلى ذلك في أعيادهم. فمنعوا الفطر والأضحى، وأعيادهم أعياد النمروز وأعياد النيروز
النمرود الأكبر الذي حاج إبراهيم في ربه. وأعياد الفيروز عيد الفرس، وعيد يسمى بعيد الفراش، وعيد يسمى بعيد الغطاس، وعيد يسمى بعيد القديسة بربارة، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، وعيد دلام، هذا اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه جعلوه عيدا، جعلوا عيدا يوم وفاة أبي بكر، وعيدا يوم مقتل عمر، وعيدا يوم مقتل عثمان. ومن عجب يؤلهون عليا ويبجلون قاتل علي، يبجلونه. قالوا لأنه خلص عليا من عالم الناسوت القذر إلى عالم اللاهوت المقدر المعظم. أيجتمعون مع المسلمين؟ أينافع عنهم الناس باسم الإسلام؟ ومن الذي يدافع عنهم ويساندهم؟ حزب اللات، حزب الشيطان، إيران، الرافضة، الصيلة الشيوعية، روسيا الملحدة، إسرائيل. وهم يؤمنون بصلب المسيح ويكذبون القرآن في ذلك ويجعلون له احتفالا. والكلام عن عقيدتهم يطول، ولكن الحذر الحذر عباد الله من التوغل الشيعي في بلادنا، ومن التمدد الشيعي، ومن البعثات إلى بلاد الشيعة لتخريج الآيات كما يسمونهم من مدارس وجامعات الحوزات في قم، ونبعث بهم بالمئات ليفسدوا علينا ديننا وبلادنا، ولا يتفقون معنا لا في ربنا ولا في كتابنا ولا في نبينا ولا في قرآننا. مهما كان الخلاف والاختلاف بين أهل السودان إلا أنهم يتفقون على القرآن العظيم وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى توقير وإجلال وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وأصحابه. فلا بد من اجتثاث هذا الجسم الغريب وهذا السرطان الخبيث وهذا الداء العضال، وإلا لا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشهادة إشادة بقناة وصال فضحت وكشفت المستور عن كثير من الناس، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على قناة وصال خير الجزاء لما يقومون به ولما يقدمونه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناتهم وفي موازين أعمالهم، ونسأل الله أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هو ولي ذلك والقادر عليه.